دواء فيه سم قاتل، جملة زمان كانت في فيلم قديم بس دلوقتي بقت واقع. احنا داخلين على عصر جديد تماما، بس المرة دي العدو مش واضح، السلاح مش بندقية ولا قنبلة نووية، السلاح دلوقتي اسمه شريحة الوحش. زمان كانت الحرب على الأرض، دلوقتي الحرب في الدماغ. شرائح إلكترونية بحجم حبة الرز بتتحقن تحت الجلد، بتسيطر على عقلنا حرفيا. الكارثة الكبيرة إن انت لو حاولت تشيل الشريحة دي جسمك بيتسمم وتموت. قنبلة موقوتة مزروعة جوانا. إيلون ماسك طلع من فترة وقال إن احنا زرعنا أول شريحة في دماغ خنزير، والبشر جايين في الطريق. في شركات عالمية شغالة عشان توصل لدماغك قبل ما تفكر حتى، وقالوا إن الشريحة دي هتعالج الأمراض، بس هتسحب إرادتك وتخلي أي جهة مجهولة تتحكم فيك، زي كأنك كده بالظبط بتشغل ريموت كنترول. الناس كلها اتهمت بيل جيتس إن شريحة الوحش دي مرتبطة بلقاح كورونا، وإنها جزء من خطة عالمية تحت اسم ID 2020. يعني اللقاح بيبقى وسيلة لزرع الشريحة في مليارات البشر. الذكاء الاصطناعي كمان دخل على الخط، لأنه بيتعلم بسرعة مرعبة وأسرع من البشر، وبيقدر ياخد آلاف القرارات في ثانية واحدة، وده بيخلي استخدامه كسلاح أو توجيه نفسي ممكن جدا. كفاية شريحة صغيرة تتزرع في عقول الناس ويعملوا المطلوب منهم. يعني مش لازم حرب ولا جيوش. السؤال هنا، هل الشريحة دي داء ولا دواء؟ وهل التكنولوجيا اللي احنا فرحانين بيها دي دلوقتي هتربطنا بسلاسل احنا مش شايفينها؟ الاحتلال الجاي هيبدأ من دماغك. شريحة صغيرة ما بتتشافش بتسيطر على مستقبلك كله. شريحة الوحش بدأت اللعبة. أنا أسماء مدين، بجيب لكم كل حاجة غريبة وجديدة في دقيقتين جامدين.